إمكانية اختيار تصفيفة الشعر الملائمة لنا. ومن الجدير بالذكر أن الكثيرون قد توقفوا عن الاعتناء بشعرهم نظرا لضيق الوقت، وعلى الرغم من ذلك قد يحبك أحدهم لأن قصة شعرك جيدة، وبالتالي فإن أهمية الأمر بالغة. قصات الشعر هي شيء تجميلي، وإذا كان بإمكاننا تصفيفه بشكل جيد فسنبدو بمظهر أفضل. حاليا يهتم الجميع في العالم بقصات الشعر التي يقوم بها المشاهير وحتى نقلدها نحن. يهتم الرجال بشكل خاص بلاعبي كرة القدم من أجل تقليد قصة شعرهم. أما المثال الأوضح فهو كريستيانو رونالدو، وهو لاعب كرة القدم من نادي ريال مدريد، والذي يغير قصة شعره بشكل متكرر، لذا فإن العديد من محبيه يعرفون ما هي قصة شعره بالتحديد. وخلال الأشهر الأخيرة ظهرت موضة بين الرجال ويبدو أن الجميع يريد تقليدها، ولكن ما هي؟ هي قصة الشعر التي تتميز بعمل خط في الشعر مع قص الشعر أكثر من الجانبين. ومن المؤكد أن جميع الرجال يريدون نفس القصة، حتى أن بعضهم يصفف شعره بهذه الطريقة دون أن يعرف دلالة هذه القصة. إليكم بعض الصور حتى تعرفون معلومات أكثر عنها. ينتاب البعض شعورا بالرغبة في مواكبة الأمر، معتقدين أنهم كذلك سيبدون أكثر أناقة، ولكن ربما لا تعرفون الدلالة الحقيقية لقصة الشعر تلك. تعتمد الموضة على ما ظهر في فترة سابقة، فما كان موضة يوما ما يندثر ثم يعود إلى الظهور مرة أخرى. فعلى سبيل المثال، ربما كان جدودك معجبون بقصة شعر ما وكان أبواك يبغضونها، والآن هي أحدث موضة في الكثير من البلاد. لم تظهر قصة الخط تلك في الآونة الأخيرة، وإنما ظهرت منذ الثمانينات. هل تريد أن تعرف أصلها؟ سوف نقول لك الآن. من المؤكد أنك لا تعلم متى ولماذا بدأت هذه القصة في الانتشار. لقد أصبحت قصة الشعر تلك في ذروتها خلال الهولوكوست، والذي قاده القائد المعروف عالميا أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. تلك الفترة من تاريخ الإنسانية التي تسببت في الكثير من الأذى والفقد الإنساني. لقد كان هذا الدكتاتور الألماني الذي بدأ في نشر هذه الموضة بين جنوده، وفي تلك اللحظة ظهور الخط في فروة الشعر كان مرادفا للإخلاص للقائد هتلر. كان هذا النوع من قصات الشعر يعني أنك موافق على ما كان يتم من إعدام ومطاردة لليهود، وكلما كان الخط واضحا كان أفضل. كان من المعتقد أن هذه العملية تكتمل عن طريق عقد اتفاق مع الشيطان، ومن خلال تسليم الروح، وهو نوع من الطقس الاستهلالي حتى تصبح جزءا من جيوش هتلر. ولكن ما هو الاختلاف عن الوضع الحالي، حيث يقوم مصفف شعر محترف بقص شعرك؟ كان الجنود فيما بينهم يقومون بتحديد هذا الخط باستخدام مطواة، وإذا خرج دما في هذه اللحظة فهو شيء ممتاز، ولأن هذا دليل على تكريس النفس لتلك الأفكار. لقد كانت الكثير من التجارب وحالات التعذيب التي تحدث لليهود خلال الهولوكوست تتم دون موافقة من هتلر، ولأن كل ما كان يهمه هو القبض على اليهود. ولكن شيئا فشيئا أصبح متأثرا بآراء مستشاريه والقادة من ذوي المناصب العليا، وحتى بلغ الأمر الأحداث المتطرفة التي نعرفها جميعا، ونتمنى ألا يتكرر هذا الموقف السيء. ولهذا السبب قد يبدو اتباع هذه الموضة في قصة الشعر أمرا غريبا للغاية، وخصوصا بالنسبة لأولئك ممن يعرفون الكثير عن التاريخ. أما من يصففون شعرهم بهذا الشكل حاليا فمن المؤكد أنهم لا يفعلوا ذلك من أجل إرسال رسالة معينة، ولا حتى يشعروا أن هتلر يعتني بهم من العالم الآخر، وإنما من أجل الشعور بالأناقة. هل كنت تعلم كل هذا؟ من المؤكد أن أغلبكم لم يكن يعلم أي شيء عن الأمر. وفي النهاية من المهم أننا إذا كنا سنتبع موضة معينة أن نعرف ماذا نتبع ولماذا نفعل ذلك، وبهذه الطريقة سوف نكون متأكدين مما نفعله في أجسادنا. والآن وأنت تعلم هذا من المؤكد أنك ستغير تفكير هذا النوع من قصات الشعر. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.